مشاهدينا الكرام، اسعد الله مساءكم. اليوم متواجدين بولايه سيدي بلعباس وبالضبط بمكتبه القباطي، باعتبارها هي رائده من بين المكتبات على مستوى الولايه، وباعتبار ايضا مدينه سيدي بلعباس هي زاخره بعده فنون ومن بينها علم المكتبات والكتاب. عادة نشوفوا انه يعني توافد على هذه المكتبة كتاب يعني باعمار يعني كبار، ولكن هذه المرة فاجأتنا يعني طفلة صغيرة اللي هي عمرها لا يتجاوز 10 سنوات، فحبينا يعني نقوم معها بحوار شيق. لم لا؟ اهلا بك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا اسمي مهداوي بلقيس، عمري 10 سنوات. كتبت قصة ندبة الغرور والتنمر في الكتاب الجامع بعنوان حين أظهرت العربية في أنامل الأطفال. أشكر مكتبة القباطي على احتضان هذه الموهبة، خاصة المديرة الفاضلة، أشكرها كثيرا. طيب، هي كسؤال يعني الطفلة في هذا العمر لا يتجاوز 10 سنوات، كيف جاتك الفكرة انك تكتبي؟ واسكو كاين اللي يساعدك في الدار ولا انت وحدك يعني جاتك الفكرة؟ أولا أنا تعودت على قراءة القصة قبل النوم، وولدت الفكرة من موقف واقعي عشته وشاهدته أمامي. فرأيت أن هذه الظاهرة منتشرة كثيرا في مجتمعنا، فقلت لماذا أكتب قصة توعية للناس. وساعدتني أمي في كتابة القصة، كانت الدعم الأول، وأبي أيضا، وأساتذتي أيضا شجعوني على الاستمرار. طيب، اسكو قدرتي توفقي بين الدراسة والموهبة تاعك؟ نعم، قدرت أن أوافق بين الدراسة، يعني الدراسة هي الأهم، حيث يعني كان هناك تناسق في الدراسة مع القراءة. يعني في حصة فهم المنطوق، في حصة القراءة أيضا نتعلم ونقرأ. قدرت نوافق، يعني في نهاية الأسبوع نروح للمكتبة ونجي نقرأ القصص متاعي ونتعلم. جيد. طيب، عندك مثلا كاتب معين مثلا تحبي يعني تتبعي او يكون عندك استلهام من كتاباته مثلا؟ أنا أستلهم سفيرة اللغة العربية، بخاري خيرة، أحبها كثيرا وأحب كتبها. وأيضا الكاتبة عطوش الزواوية، أيضا أحبها وأحب قصصها. طيب، يعني الطفلة بهذا العمر ما شاء الله يعني نابغة ما شاء الله، موهبة وكذا. احنا نتمنى لك التوفيق، ولكن كسؤال أخير، انت يعني مستقبلا واش تحبي تكوني من غير الدراسة، يعني في هذا المجال تاع الكتابة؟ ايش هي الأحلام تاعك مستقبلا؟ أولا أنا راني باغي نولي طبيبة أطفال طبعا، ولكن غادي نحافظ على الهواية نتاعي كرسامة ومراسلة من نادي الصحفي الصغير لولاية أضرار، وكاتبة أيضا. سأحافظ وسأمشي على هذا الطريق وأحقق حلمي أيضا. طيب، كلمة للأطفال الصغار هذا الله تاعك واش تقولي لهم؟ نقولهم بلي ما يضيعوش الوقت الفراغ تاعهم، ويخلوا التليفون يطغى عليهم الهاتف، ويملؤوا الفراغ تاعهم بهواياتهم اللي يحبوها، مثل القراءة، الرسم، الصحافة. ونقولهم بلي أن التواضع وحب الناس هو اللي يجعلك يرفع من القيمة نتاعك، مش الغرور والتنمر.